ربنا عز وجل أودع في أذهاننا وعقولنا ملكة الخيال. الخيال أداة محايدة في أيدي كل البشر. فعندنا الفقير والغني، الذكي والغبي، الملك والمملوك، كل البشر بدون استثناء عندهم ملكة الخيال. ولكن العبرة هنا في انت بتتخيل ايه اصلا. انت اصلا بتتخيل ايه؟ يعني انت العبرة مش مجرد فقط انت عندك ملكة الخيال تخيل بقى براحتك، لا. العبرة انت تتخيل ايه، وكل ما تتخيله يحصل لك. فكل اخفاق بتمر بيه وبتتخيله جوه ذهنك هيحصل لك لا محالة. والعبرة هنا انك انت قد تمر بمرحلة اخفاق او مرحلة فشل او مرحلة تعب او مرحلة سلبية بشكل عام في حياتك، ولكن بتيجي تفعل ملكة الخيال في ذهنك انك انت تخطيت المشكلة دي وحلتها ومريت منها بسلام وبأمان، ووصلت لطموحاتك وأهدافك، وانت في أرض الواقع ثابت زي ما انت. الخطوة دي هي خطوة بتحركك ناحية الهدف، ولو حتى بمستوى سنتي واحد فقط. الخطوة دي إيجابية. عشان كده جابوا تلت قسموا العلماء الأعصاب في أمريكا، قسموا لعيبة كرة السلة لثلاث أقسام. أول قسم قالوا لهم يا جماعة انتوا تتمرنوا لمدة ساعات طويلة جدا على الرميات الحرة في كرة السلة. تاني قسم قالوا لهم انتوا مش هتتمرنوا خالص، انتوا تقعدوا في البيت ما تتمرنوش. وتالت قسم قالوا لهم انتوا تتخيلوا فقط، هتتخيلوا الرميات الحرة دي وتتخيلوا لحظات التمرين اللي تتمرنوها، تخيل فقط. اقعدوا على الكرسي وتخيلوا لو ان الرميات الحرة عند الفريق الأول اللي هو اتمرن، لقوا إن هم أنجزوا إنجاز كبير جدا، أو وصلوا إنجازات كبيرة، يعني عرفوا ينجزوا كرات حرة كتيرة. الفريق التاني مستواه قل، والفريق التالت اللي هو فعل ملكة الخيال عمل إنجاز قريب من إنجاز الفريق الأول. تخيل أنت قوة الخيال. عشان كده يقال إن في قصة واحد اسمه جورج هول على ما اعتقد، او بول هول على ما اعتقد. هو طيار امريكي اتاثر في حرب فيتنام. فهو يعني هو محطوط جوه ايه، جوه سجن اسود في اسود، جدرانه سودة، قاعد في الضلمه لمده 7 سنين او 8 سنين. كان قاعد طول الفتره دي بيتخيل نفسه ان هو ايه، بطل العالم في الجولف، بيلعب لعبه الجولف، بيتمرن عليها، بطل العالم في الجولف. فجاه طلع من السجن، قدر له ان هو بعد اسبوع فقط من طلوعه للسجن ان هو يقدم على بطوله عالميه في الجولف. قدم عليها فعلا وحصل فيها المركز الاول، او خد مركز متقدم جدا في البطوله دي على مستوى لعيبه دوليين عظام طبعا. الفكره هنا تكمن في قوه التخيل. بالخيال، الخيال بتاعك تقدر انك انت تسافر لعوالم وتعدي حدود وتسافر حتى الى ابعد نقطه ممكنه عنك. عشان كده تخيل كل ما هو ايجابي وتجنب كل ما هو سلبي، لان سواء كده او كده هيحصل لك. سواء تخيلت بايجابيه او تخيلت بسلبيه هتحصل لك.